قبل ما أحكي لك القصة في شغلة لازم تعرفها. معظم الفنادق بالعالم بيهربوا من وضع غرفة رقم 313. مو صدفة، في شخص جرب انه يعرف السبب وما رجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم رؤوف من قناة غرباء مع قصص غريبة وقصص غامضة. إذا أعجبك المحتوى لا تنسى تدعمنا بزر اللايك والاشتراك. شاب اسمه مروان كان مسافر لمدينة بعيدة ليحضر مؤتمر. وصل فندق بسيط ما في شيء مميز، بس شغلة وحدة لفتت نظره. بين الغرفة رقم 312 و 314 كان في باب بس بدون رقم ولا مقبض، باب مسكر بس مو مسدود. مروان سأل موظف الاستقبال هي الغرفة ليش ما عليها رقم؟ الموظف تجمد لثانيتين ورجع ابتسم بشكل مصطنع وقال له الغرفة مغلقة وعم نعملها صيانة. بس نظرات الموظف ما كانت نظرات شخص صادق أو إنه فعلا في صيانة بالغرفة، كانت نظرات خوف. رجع مروان لغرفته وكانت 312، يعني اللي جنب الباب مباشرة. بالليل وتحديدا الساعة 3:13 الفجر صحى على صوت، كان صوت نقر متواصل جاي من الحيط المشترك بين غرفته والغرفة اللي بدون رقم. مروان وقف، قرب دانه من الحيط، نقر بطيء منتظم وكأنه شفرة. حكى بصوت منخفض في حدا هون؟ النقر وقف وبعدها رجع حدا نقر 3 مرات بسرعة وكأنها إيجابي. مروان حس بقشعريرة ضربته من رأسه لأصابع رجليه وقال لحاله أكيد في حدا من العمال نسيان شيء بالغرفة ورجع ياخده، أو في شيء غريب. بس النقر رجع، وهالمرة كان جاي من تحت الأرض، كأنه شيء عم يمشي بالأسفل. نقر، خطوات، همسات، أصوات غريبة عم تتجمع من كل مكان، وصوت واحد بينهم واضح: 3 1 3، يعني 3 نقرات، نقرة 3 نقرات، اللي هو رقم الغرفة. مروان خاف، لبس جاكيته بسرعة، فتح الباب وطلع مستعجل. بس الباب اللي بدون رقم كان مفتوح، كأنه حدا طلع منه قبل لحظات. مروان عرف انه لازم يروح، بس الفضول كان اقوى. قرب من الباب ودفعه بإصبعته دفعة خفيفة، فالباب انفتح. الداخل كان ظلام كامل، ظلام كثيف، كأنه ما في غرفة من الأساس. بس كان في صوت حدا عم يهمس: ارجع قبل ما نخلص عد. مروان بلع ريقه، وفجأة باب غرفته اللي هو 312 تسكر بقوة لحاله. رجع لورا بخوف، وقبل ما يبعد ايده لمست شي على الحيط. كانت علامة محفورة بالخشب: نحن في 312 وانتي في 313 وهو قريب منك. مروان ما فهم شيء. بلحظة حس بحرارة قوية على ظهره من فوق. التفت بسرعة، بس ما كان في حدا. بس المكان كله صار أصوات ونقر على الحيطان، مو بس من الغرفة 313، كانت من خلفه من داخل غرفته. هو سمع صوت فتح باب من جوا غرفته، وصوت خطوات عم تقترب، ونبرة منخفضة وكأنه شخص واقف عند الباب المفتوح. انتهى العد، دورك تدخل. الغرفة 313 ما كانت غرفة، كانت مكان بيختار شخص كل ليلة. وبعد اختفاء مروان بظروف غامضة،
تم إغلاق الفندق بشكل نهائي. بس الغريب بالموضوع إنه الجيران كل ليلة في نفس الوقت الساعة 3:13 بيسمعوا أصوات من داخل الفندق. لحد الآن ما حدا عرف اللي صار.